السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وفيديو جديد، ويلا بينا ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ الفيديو. ميزانيتنا النهاردة يومين أكل من المحشي، وتالت يوم هنقضي أي حاجة و300 جنيه. يلا بينا نشوف عملنا ايه بال300 جنيه. بسم الله. طبعا زي ما انا قلت لكم دايما نقول نسمي الله على أي حاجة احنا بنعملها ونصلي على الرسول، بركة ربنا هتحل على الأكل وكل حاجة هتمشي بما يرضي الله. فيلا بينا ونقول بسم الله توكلنا على الله. طبعا حاجة المحشي دي انا كنت جايباها من اول الشهر في حاجة المشتريات بتاعة الشهر. فيلا بينا جبنا كده ايه تشكيلة بتنجان اللي هو الخد الجميل وابيض واسمر، وعملنا اكل مشانا يومين. طبعا احنا زي اي بيت مصري مادام هتعملي اكل فيه محشي يبقى مش هنتعب طول اليوم ونقف على المحشي ونقوم تاني يوم نقول احنا هناكل ايه النهارده. لا، اكلة المحشي بتاعتي هتمشي معايا يومين، وهقول لكم انا مشيت التالت يوم ازاي او عملت ايه تالت يوم بال300 جنيه. ال300 جنيه بتوعي كانوا عبارة عن نص كيلو لحمة بلدي من عند الجزار. انا على حسب الجزار اللي انا بتعامل معاه، اوقات اللحمة بتكون ب440 او اوقات بتكون ب430. انا جبت سعر اللحمة النص كيلو عامل 215، وبالباقي اللي هم ال85 جنيه شكلت حاجة المحشي اللي انتوا شايفينها دول. ان كان طماطم، ان كان بصل، ان كان خضرة، ان كان بتنجان. زودنا كل حاجة وجبت حاجة من خلال ال300 جنيه. بدأنا ان احنا نعمل خلطة المحشي زي ما انا قلت لكم. هقول لكم على طريقة خلطة المحشي اللي انا بعملها وازاي المحشي بتاعك يجيب ريحة الشارع كله، وكل اللي ياكل من ايدي يقول عليكي شوية محشي. وبعد كده هرجع اظبط معاكم الميزانية 3 ايام باذن الله. انا بقيت بقدم ميزانيات وهقدم لكم الفتره الجايه برضو ميزانيات كتيره جدا عن كل حاجه تخص البيت. واي حاجه انت عايزاها اكتبي لي كومنت وانا هقول لك انا بعمل ايه. وطبعا باختلاف كل بيت، انا دايما في كل فيديو بقول باختلاف كل بيت. كل بيت وعلى على حسب عدد افراد الاسره، وعلى حسب اكل افراد الاسره. في ناس بسم الله ما شاء الله بتاكل وليها اكله، وفيها ناس زي حالتنا كده انا وولادي ملناش اكله قوي. فيلا نقول لخلطة المحشي. خلطة المحشي طبعا بتحب البصل والزيت، والتوابل بتاعتنا عبارة عن ملح وكمون وفلفل اسود وبابريكا وسبع بهارات. وانا بشوح في البصلايه كده وريحتها بتطلع بقطع عود خضرة من الشبت والكزبرة. فعلا بيخلي ريحة الخلطة جميلة جدا. كان عندي معلقة معجون طماطم نزلت بيها، وهنزل كمان بمكعب مرقة يحسن معايا الطعم. بدأت بقى طبعا الصلصة بتاعتي شغالة على البوتاجاز، وبدأت ان انا اعمل ايه. هبدأ ان انا انضف كده البتنجان بتاعي عشان اقعد اقور. انا هعمل محشي بتنجان وفلفل، وهنخلي البتنجان. وزي ما انا قلت لكم هعمل المره دي مع المحشي لحمه. فعلا محشي اللحمه طعمه جميل جدا يا بنات، وشوربه اللحمه بيكون لها طعم ونفس. وانا عندي في البيت يعني احنا معظمنا كلنا في البيت بنحب الفراخ، بنحب اللحمه اكتر من الفراخ. فالمره دي بقى قلت ايه خلاص، انا كل مره بعمل المحشي على الفراخ، لا المره دي هغير ونعمل المحشي على لحم. بدأت طبعا ان انا انضف كده بقى البتنجان بتاعي اللي انا هخلله، والبتنجان اللي انا هقوره. قلت كده وانا واقفه معاكم. وطبعا كنت ناقعه الخضره، ونضفت كمان الفلفل. الصلصه بتاعته على النار، وكمان شوحت اللحمه بتاعتي. انا كتير قبل كده نزلت لكم على القناه طريقه ان انا بطبخ اللحمه ازاي، او اللي انا لازم اشوح اللحمه عشان يكون ليها ريحه ونفس وطعم كويس. بدأت بقى ان انا انضف كل حاجه كده واحنا مع بعض. زي ما انا قلت لكم دي ميزانيه 300 جنيه. ازاي ميزانيه 300 جنيه؟ زي ما انا قلت لكم حسبنا نص كيلو اللحمه، وحسبنا كل التحابيش اللي حواليها كانت 300 جنيه. طب اليوم التالت ده انت عملت فيه ايه؟ لما انت هتاكلي يومين محشي ومثلا هيزيد عندك لحمه هتمشي بيها تاني يوم. طب تالت يوم يا بنات مادام انا عملت اكل يومين وكان عندي اكل حلو، تالت يوم ده بمشيها اي حاجه. يعني مثلا انا في اليوم ده كنت عملت ملوخيه، وعندي في البيت بيحبوا الملوخيه جدا، وانا بنشف الملوخيه كل سنه وبتبقى متوفره عندي. فتالت يوم ده لو انا متوفر عندي شويه مثلا شوربه. وفعلا انا عملت كده، عملت ملوخيه وعملت شويه باميه. انا بخزن الباميه على قد نص كيلو، فعملت شويه باميه وعملت شويه ملوخيه. وطبعا الرز ده انا بخزنه عندي على طول وموجود على طول. فالاكله دي ما كلفتنيش حاجه خالص، يعني ما اشتريتش في اليوم ده اي حاجه من بره. كان عندي الطماطم اللي انا سبكتها عملت بيها نص كيلو الباميه، والملوخيه متوفره عندي. وطبعا انا بخزن برضو التوم من السنه للسنه. فتالت يوم ده ما كلفنيش اي حاجه. فالميزانيه فعلا 300 جنيه، علشان انا زاد عندي شويه شوربه طبخت بشويه الشوربه. مشي نفسك على قد اللي موجود، وما تقوليش لا على حاجه.
زي ما انا قلت لكم ده كان نص كيلو لحمه اهو فك، وكمان عشان يديني سمنيه للشوربه، وعلشان اقدر ان انا اطبخ بيه تالت يوم والشوربه تكون عندي سمينه للمحشي، وتقدر ان هي تطبخ معايا طبخه كمان. كان عندي كده عظم احنا بنجيبه من الجزار، طبعا عشان احنا بنجيب مشتريات الشهر منه، وهو مثلا احنا بنتعامل معاه على طول، فمثلا ممكن كل مره ناخد منه حته دهن حته عظم، ما بيقولش لا يعني، لو هو متوفر عنده فما بيقولناش لا. ففعلا حطيتها في اليوم ده العظم ده مع الشوربه، قلت ان هو يعمل معايا شوربه كويس. فبدات زي ما انتوا شايفين كده التسبيكه اتسبكت. وطبعا انا بشوح اللحمه اهو، انا قلت لكم في الاول ان انا شوحت اللحمه بس انا كنت نسيت، عشان الفيديو ده انا مصوراه من بدري وما كنتش نزلته، كنت ناسياه. شوحنا طبعا اللحمه، واهو شايفين انا التوم عندي اهو على طول اهو بقشره ويبقى متخزن عندي كده، او متوفر معايا بقشره واسيبه في التلاجة. ولاي احتياجات عندي طبعا الملوخيه دي بعملها دايما، فدايما بيبقى ايه متوفر معايا التوم كده تحت ايدي، عشان لو حبيت اعمل شويه ملوخيه شويه مسقعه على طول. شلت كده معلقه توم للملوخيه، وهبدا ان انا بقى اخلل البتنجان بتاعي. إيه دقيت التوم رشيت عليه ملح، وهبدا ان انا ابشر طماطم. انت ممكن تعمليه بفلفل، بس انا ساعات بحب اخلل البتنجان ده بفلفل حار بس عشان ولادي بيحب ياكلوا منه، فمرضتش ان انا اخلي احط عليه فلفل حار، قليت الفلفل الحار لوحده كده. ونزلت طبعا عليه بعصرة الليمون، وظبطت الملح بتاعي، وهبدأ ان انا اخلي البتنجان بتاعي وهو سخن. زي ما احنا قلنا برضو اللحمة بتاعتي كانت على النار، بشوحتها وبدأت ان انا بقى ان انا هسلقها. فلما بشوح اللحمه كده قلنا بقى ايه نخلي البتنجان بتاعنا، عملنا اكله متكامله. وزي ما انا قلت لكم يومين كنا المحشي، وتالت يوم شويه الشوربه اللي زادوا عندي فعلا عملت عليهم شويه باميه، والباميه كانت متخزنه برضو عندي في الفريزر، يعني ما اشتريتش حاجه من بره. وكمان عملت اللي هو إيه شويه الملوخيه وعيش، وكان عندي الرز والشعريه، عملت طبق رز جنبها. بس انا طبعا لما بعمل ملوخيه وبتنجان ملوخيه وباميه بحب ان انا اكلهم بالعيش، ما بحبش ان انا اكل برز يعني. فعملت يا دوبك هو طبق رز صغير، يعني كوبايه رز واحده كان عباره عن ربع كيلو، وربع كيلو الرز بحط له تمن شعريه، يعني نص كميه الرز بحطها شعريه. كده ظبطت خلطة المحشي بتاعتي والخضرة كمان اهي. هبدأ ان انا اقلب بقى الخضرة بتاعتي ونبدأ ان احنا نحشي. ودي كانت بإذن الله ميزانية 3 ايام، يومين محشي مع اللحمة، وتالت يوم قضيناه كل حاجة. مفيش حاجة مستحيل ومفيش حاجة هتقف، كل حاجة بتمشي بأمر الله. وزي ما انا قلت لك بركة ربنا والصلاة على الرسول وبسم الله واحنا بنعمل الاكل، كل حاجة بتبقى زي الفل ولها طعم. بس المهم ان الدنيا تمشي والحياة تكون اسهل من كده يعني. يعني دايما الواحد بيقول يا ريت هم الدنيا كله اكل، بس في حاجات تانية فعلا كتير، في حاجات في حياتنا لو فرقت معانا واحنا سمعناها بودنا هتفرق معانا كتير جدا. لكن للأسف المهم الحمد لله. لو انت معايا لحد دلوقتي في الفيديو ما تنسيش تضغطي لايك واشتراك في القناة، عشان بإذن الله زي ما انا قلت لكم الفترة الجاية دي هنزل لكم ميزانيات كتير، حاجات للغسيل، كل اللي انتوا عايزينه بإذن الله هنظبطه مع بعض، وهنظبط اسبوع اسبوع، واللي عايز بالشهر، وهقول لكم بمشي دنيتي ازاي، وهنعمل ميزانيات كتير. طبعا سلقنا اللحمة بسم الله ما شاء الله، شايفين عاملة ازاي؟ فعلا تستاهل شوية لحمة وشوية شوربة، ريحتهم مفحفحين وجايبين اخر الشارع. تعرفي تطلعي منهم طبخة المحشي والملوخية، وتعملي طبخة كمان. وزي ما انا وريتكم كده اللي هي البهاريز اللي جوه الماسورة طلعت بقى في الشوربة، والدنيا كانت متظبطة. بدأنا بقى ان احنا نزود المحشي بتاعنا كده زي ما انتوا شايفين، يبدأ بقى يبقبق كده والشوربة بتغلي وريحة المحشي بقى تفحفح في البيت كله. بألف هنا لكل اللي ياكل، وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك. زودنا المحشي بتاعنا وهنسيبه بقى يستوي مع نفسه، وهنكمل بقى اكلتنا النهارده. هنعمل المحشي وهنعمل اللحمه والبتنجان المخلل والحاجات الحلوه. وكان عندنا بقى جوافه، فقلنا بقى نشهيص الدنيا النهارده ونعمل شويه عصير كده. كان عندنا صباعين موز كده العيال غضبانين عليهم مش عايزين ياكلوه، وكان عندنا جوافه، فقلت يلا بقى نعمل لهم كمان النهارده عصير نشهيص معاهم الدنيا. ما هي ميزانيه بقى فيها لحمه وفيها حاجات حلوه، والعيال ايام دراسه، فيلا بينا. بدأت بقى طبعا الجوافة اللي هي كانت بدأت ان هي تستوي مش هتتاكل. انا عندي مادام الحاجه استوت او لونها غير مش هيقربوا منها، يعني انا عندي دايما ولادي، انا بحب دايما الفاكهه اللي ناشفه، احب الحاجه ناشفه وخضره احب اكلها، وولادي طالعين زي. فبدات ان انا بقى جبت الجوافه كده بكل حاجه فيها. لو هتضربي الجوافه كده عصير بس
حطي معاها ليمون، قشري معاها ليمونه واضربيها في الخلاط، هيحافظ على لونها. بس انا المره دي قلت استغل الموز، بسبب برضو ان الموز مادام في حته سودا كده ولادي مش هياكلوه، فقلت نعمل عصير جوافه بالموز وبيبقى طعمه حلو جدا. بدأت ان انا عملته اهو وظبطته، وبسم الله ما شاء الله طعمه حلو جدا جدا. طعم الميكس الموز مع الجوافة تحفة تحفة تحفة. خلصنا كده كمان العصير، وهنحطه بقى في التلاجة كده يسقع عشان لما ياكلوا يقعدوا يشربوا العصير. وكده في الوقت ده كان الاكل بتاعي كله خلص ما شاء الله، كل حاجة بقت تمام. هنبدأ بقى ان احنا نغرف مع بعض الاكل بتاعنا، العيش بقى والبتنجان، وهنعمل كمان الملوخية الناشفة، حاجة كده تحفة اللهم بارك. تسلم ايدي بجد. شوية محشي زي ما انا قلتلك، انا فعلا كل اللي ياكل المحشي من ايدي بيشكرنا عليه الحمد لله. مش شكر في نفسي بس، الحمد لله على النعمة دي، ان في حاجات كتير الواحد اتعلمها، وفي حاجات كتير فعلا علمتها لنفسي، والحمد لله ان انا وصلت للمرحلة دي. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، وزي ما انا قلت لكم شجعوني، ان شاء الله هنزل لكم ميزانيات كتير اول الفترة اللي جاية. وده اكل 3 ايام 300 جنيه، يعني اليوم واقف ب 100 جنيه بس، وتالت يوم مشيته كله من البيت، ما اشتريتش اي حاجة من بره. دي كانت الميزانية بتاعت اليوم معايا ب 100 جنيه، وشايفين الشوربة عاملة ازاي تحفة. طبخت عليها تالت يوم كنت عاملة شوية بامية تحفة تحفة مع الملوخية. دي الملوخية بتاعتي انا اللي عاملاها، انا اللي مقرطفاها، وانا اللي منشفاها، وانا اللي خزنتها. واتمنى الفيديو يعجبكم. ادعمونا باللايك والاشتراك عشان اقدر انزل لكم حاجات كتير تستفادوا منه واستفاد منكم. ونزلوا طبعا تعليقاتكم بتفرحني جدا جدا، وتخليني اقدر ان انا اكمل. هتوحشونا. مع السلامة.